وقبل ما نبدأ قصتنا هنصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جهزي نفسك يا تاج علشان هتسافري الصعيد دلوقتي، قالتها فريدة بلهفة وهي بتلم هدوم تاج بنت أختها في شنطة. وتاج وقتها ردت باستغراب وقالت: ليه يا خالته؟ هو حصل حاجة يعني هناك؟ وبعدين احنا عمرنا ما رحنا هناك أبدا، ليه هنروح دلوقتي؟ يا بنتي بلاش غلبة واسمعيني كويس يا تاج، أنا ظبطت كل حاجة هناك مع عمك وهو محضر كل حاجة، وعايزاكي أول ما توصلي تكلميني وتطمنيني عليكي، انتي فاهمة؟ أكلمك منين يا خالته؟ هو أنا هسافر لوحدي وانتي مش هتيجي معايا؟ لا يا تاج، انتي هتسافري لوحدك ويلا، علشان زمان عمك منصور جاي وهو اللي هيوديكي البلد. أنا طلعتلك طقم اهو، غيري يلا بسرعة، مفيش وقت. تاج كانت خايفة قوي ومش فاهمة حاجة، بس طريقة خالتها وخوفها عليها اللي باين قوي خلوها تسمع كلامها وتروح تغير هدومها. وبعد ما جهزت قربت فريدة منها وحضنتها وهي بتعيط، وقالت لها بحزن: حقك عليا يا تاج، بس هو ده الحل الوحيد اللي هيحميكي من عبد الله جوزي. اوعي تكرهيني يا تاج، انا عايزاكي تسمعي كلام عمك حمادة، ده بيحبك وبيخاف عليكي وزي بالظبط، وانا في اقرب وقت هكلمك واطمن عليكي. يلا انزلي يا حبيبتي. حضنت تاج خالتها وهي مش فاهمة حاجة من كلامها، وكل اللي فهمته ان هي في مصيبة او في حاجة وحشة هتحصل، وخالتها بتحميها منها. عيطت قوي وهي في حضنها، وبعدين سابتها ونزلت وهي مش عارفة هتروح فين ولا مصيرها ايه. وفي بيت عمدة الصعيد كان واقف حمادة وبيباشر الغفر، وهما بيعلقوا الكهارب وبينصبوا الصوان. وشوية ودخل عليه يونس ابنه وهو متضايق، وهو اتكلم وقال له: لساك مكشر يا يونس؟ احنا ما تحدثنا في الموضوع ده يا ولدي، مالك بقى عاد؟ مش خابر يا بوي، الموضوع دي انا مش رايده من الاساس. كيف يعني اتجوز طفلاني؟ انت خابر فرق السن بيناتنا قد ايه؟ يجي 15 سنة، كيف يعني اتجوز هاني؟ يا ولد افهمني زين، البنت ما هياش غريبة عننا عشان نقوله له. يا يونس دي بنت عمك وملهاش غيرنا، ولازم نحميها من جوز خالتها الواطي دي اللي كان رايد يجوزها بالفلوس لراجل قد ابوها في السن، ولولا خالتها كان زمان البنت في زمن كان. يونس بحد قال له: ما كنت اتدليت انا مصر واديت جوز خالتها ده سكعة محترمة وخلصنا من الحوار ده كلاته يا ابوي، وكنا برضك جبناها وجعدت معانا هني ومن غير جواز. وانت خابر لما هملك تعمل كده وتروح في خبر كان وفي راجل زي دي، هيجي ايه من الموضوع ده؟ هيبقى كده تحل يا ولدي؟ لا يا ولدي، بالعكس هيتعقد اكتر. وبعدين انت فكرك يعني انا ما قدرش ابعت الغفر بتوعي لمصر ويعملوا ده بالادب او بغير الادب؟ طبعا هقدر، بس انا عامل اعتبار لخالة البنت دي بتعملها كيف امها، ومش رايدين نعمل مشاكل بينها وبين جوزها. ادينا جبنا البنت هني وسطينا وحدانا وسط اهل ابوها، ومحدش يقدر يهاوب ناحية هنيه واصل، وخصوصا انها هتبقى مرة ولد العمدة يونس الرحماني. يونس بدي قال له: طب وهتعمل ايه في بيت الشيخ البلد اللي كنا متحدثين عليها يا بوي؟ هتقول ايه للراجل؟ لا، من ناحية دي ما تقلقش يا ولدي، انا هخلص الحوار معاه واجله ان كل شيء اسمه نصيب، وانك هتتجوز بنت عمك، وبعدين ما هواش غريب يعني، ده يبقى خالك يعني مننا وعلينا، وهيفهم الموضوع طوالي. هي اللي تشوفه يا بوي، انا هقوم اخلص اللي ورايا. قطع كلامهم صوت الغفير وهو داخل عليهم وبيقول: هي العروسة وصلت يا حضرة العمدة. قام حمادة بلهفة واخد يونس من ايديه وخرج بره يستقبل تاج، وكانوا شايفينها وهي نازلة من العربية وباين عليها الخوف والقلق، وكانت بتبص حواليها باستغراب
يونس كان باصص لها بصدمة لأنها كانت لابسة بنطلون وباضي، فنفخ بغضب ونادى بصوت عالي على أمه. وتاج خافت من شكله وصوته العالي وانكمشت في نفسها. ويونس بحد قال: يا أم يونس، يا أم يونس، هاتي جلبية بسرعة للبنتة دي تداري نفسها بيها بدل الفضايح دي. تاج بصدمة وغضب قالت: فضايح ايه دي وجلبية دي لمين؟ أنا مش هلبس حاجة. يونس بغضب وهو بيقرب منها: لا، شغل العيال الصغيرة ده تنسيه واصل، ومن هنيه رايح تسمع الحديد زين ولا مش هيحصل لك طيب. تاج بعنده وغضب: وانت مين انت علشان تقولي كده؟ وبعدين انا معرفكش اصلا علشان تقولي اعمل ايه والبس ايه، هي قليل الذوق انت. اتصدم يونس وحمادة والغفر كلهم، وقبل ما يونس يقرب منها ويمد ايده عليها كان مسكه حمادة. وتاج خافت من شكل يونس، وحمادة بسرعة قال له: ايه، استهدى بالله يا يونس يا ولدي، البت ما تعرفش انت مين، وما تنساش انها ما تعرفش عوايدنا هني ولا تعرف حاجة عن العيشة هني كيف. يلا يا بنتي تعالي ادخلي جوه ونتحدث براحتنا بدل الوقفة هني. تاج كانت بتبص ليونس بخوف بس سمعت كلام حمادة ودخلت وهي خايفة قوي. وأول ما دخلت استقبلتها أم يونس بفرحة وتبقى نادية، وقالت لها: أهلا وسهلا ببت الغالي، اتوحشناكي جو يا بنتي. شكرا يا طن، هو فين عمي حمادة؟ حمادة بابتسامة قال لها: واه، أنا هو يا بنتي، انت ما تعرفينيش ولا ايه؟ تاج بإحراج قالت له: ها، أسفة بس ما عرفتش حضرتك، دي خالته اللي قالت لي عليك وإنك الوحيد اللي أنا واثق فيه هنا. حمادة بحنية قال لها: كلنا هنيه بنحبك يا قلب عمك، انت هنيه وسط أهلك وناسك. تاج بسخرية وهو بتبص ليونس: لا، ما هو واضح فعلا. ويونس بسخرية قال لها: واه، انت كنت رايدة نجابلك بالأحضان وانت جلاية بلبس الرقاصين ده عاد. والله ده لبسي ومش هغيره، وخليك في حالك انت، محدش أخد رأيك. أما انت بنتة لسانك طويل قوي ورايد ويتقص، وانا بقى اللي هقصهولك. قال كده يونس وهو بيقرب عليها بغضب، فجريت تاج بخوف واستخبت في حمادة وطلعت لسانها ليونس اللي اتصدم من هي اللي عملته وبقى متغاظ منها. وحمادة بجدية قال: خلاص يا يونس عاد هملها لحالها، يلا يا تاج يا بنتي روحي مع مرة عمك علشان تجهزك لليلة. استغربت تاج بس ما علقتش ومشيت مع نادية، ويونس كان متابعها بعينه وهي كانت من جواها خايفة من نظراته، بس مثلت القوة والشجاعة قدامه. وعلى بالليل كانت واقفة تاج وهي مش مصدقة اللي قدامها، وهي نادية ومعاها فستان الفرح. ونادية بفرحة قالت لها: يلا يا عروسة علشان تلبسي فستان فرحك. ايه ده، فستان ايه وعروسة ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. واه، انت نسيت الليلة دخلتك على يونس وده عمك؟ نعم، هي ابن عمي مين ده؟ انا مش فاهمة حاجة، ولا انا عارفة انت بتتكلمي عن مين، ويونس ده مين اصلا؟ ده انا معرفوش. واه، هي مري بقى مش خابرة يونس ولدي اللي قابلتيه الصبح وكنت بتتخانقي وياه؟ تاج افتكرت يونس وعرفت ان هو الشخص اللي ما كانتش طايقاه الصبح، وكانت خايفة منه ومن نظراته ليها، واتكلمت وقالت: هو ده يونس ابن عمي؟ لا لا لا، مستحيل طبعا، مش هتجوزه. تعبت نادية من الكلام مع تاج فخرجت وندهت لحمادة وحكت له على اللي حصل. ودخل حمادة أوضة تاج علشان يتكلم معاها وقال لها: اهدي يا بنتي واقعدي وخلينا نتحدث مع بعضينا. يا عم حضرتك قلت هتحميني، مش هتجوزني ابنك، ده أنا بخاف منه أصلا. هي يا بنتي هو ده الحل الوحيد يا تاج يا بنتي، هي خالتك ما قالتلكيش على السبب اللي خلاكي تيجي هنا؟ لا، هي كانت مستعجلة قوي وكان باين عليها القلق، وقالت لي ان حضرتك هتفهمني على كل حاجة، ووصتني اسمع كل كلامك وبس، هو ده اللي انا اعرفه.
أنا هفهمك يا بنتي كل حاجة، والقرار ليكي. كانت قاعدة تاج في أوضة يونس وهي متلخبطة ومش عارفة ولا حاسة بأي حاجة. كلام عمها حمادة بيتردد في عقلها. ما كانتش مستوعبة إن عبد الله جوز خالتها كان هيعمل كده فيها، وما كانش في إيديها حاجة غير إنها تسمع كلام عمها وتوافق إن هي تتجوز يونس ابنه، رغم إن هي خايفة منه ومش بتطيقه، بس مفيش حل قدامها غير كده. وانتبهت تاج ليونس اللي دخل الأوضة، فتوترت وهي بصت على الأرض. ويونس بسخرية قال لها: والله لو ما كنتش خابر إنك لسانك طويل كنت صدقت إنك هادية كده كيف زي ما أنا شايفك دلوقتي. والله ما حدش لسانه طويل هنا غيرك أصلا، وما تفتكرش إن أنا خايفة منك، ها؟ يونس كان باصص لها بتركيز وملامحها شداه لدرجة إن هو سرح فيها. كان جمالها طبيعي قوي، ولحظة تاج سرحانه فيها فتوترت وبصت في الأرض. ويونس بتوتر قال لها: أنا هعمل حساب إنك ما تعرفنيش زين، وهعتبر نفسي ما سمعتش حاجة، بس لو فكرتي صوتك يعلى ده وتغلطي تاني ما هتلاقيش غير الوش التاني. تاج بخوف من كلامه: إيه انت وحش قوي، مش زي عمي حمادة خالص، أنا زعلانة منك وبكرهك. قالت كده بدموع وسابته وراحت قعدت على الكنبة واديته ظهرها. ويونس غمض عينه وبعدين سابها ودخل الحمام. وبعد شوية خرج لها كانت نايمة على الكنبة زي ما هي بفستان الفرح، فتنهد وقرب منها وشالها وحطها على السرير بشويش وهو بيدقق في ملامحها، وبعدين غطاها ونام هو على الكنبة. ولحد هنا خلصت حلقتنا، واستنوني في الحلقة الجاية، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد أنزله. وما تنسوش كمان اللايك والشير للفيديو، وهستنى رأيكم أسفل الفيديو في الكومنتات. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.